السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المواطن عبد الرحمن علي أحمد الغريد العسيري من تهامة عسير. شفت مقطع لبعض الشباب الطيبين المحترمين من أبناء بلدنا اللي هم الدوسري والغامدي والحربي يطالبون بحقوقهم، الأبسط حقوقهم، وسجنوهم اليوم الثاني. المشكلة فيكم أنتم يا السعود، تعمدون تذلون الشعب وتفقرون الشعب. الدوسري مسكين يقول راتبي 1900، هذه والله ما تعشي واحد من أولادكم. اليوم الثاني شفنا واحد من الأمراء من أولادكم شاري له سيارة مرصعة بالذهب. المشكلة فيكم أنتم يا السعود، سرقتم كل شيء، سرقتم اسمنا وبلدنا وأضفتونا لكم بأي حق. سرقتم الإسلام، صار الإسلام السعودي تبع الفوزان وتبع آل الشيخ وتبعكم، حتى شوهتوه. سرقتم الرسول صار سعودي. البترول بدل ما توزعون علينا وتعطون الشعب، لا تفقرونهم وتذلونهم، وإذا توزعون على أعداء الأمة، السيسي ونصارى لبنان اللي ما يشوفون العرب إلا حثالة. المشكلة فيكم، سرقتم كل حاجة. حرام كذا، هذا ما هو عدل، هذا ما هو عدل. أنا طبيب وعملت تدربت في الحرس وفي المستشفيات العسكرية وفي مستشفيات وزارة الصحة. مرة حطينا 3 مرضى على سرير. وين هذا يا عبد الله بن عبد العزيز؟ انتم ما انتم شايفين ايش؟ انا اطالب بالحقوق، اول حق اطالب فيه. ليش تسجنونهم؟ هذول طالبوا بحقهم، ليش تسجنونهم؟ الرجال اللي شرى له سيارة مرصعة بالذهب، هذا اللي نبغى ناخذ الحق منه. وانا اسجل المقطع هذا قاعدين تبايعون مقرن، بيع شرية. الشعب قطعة اثاث، بيع شرية، تعال بايع. لا كذا ما يصلح، كذا حرام. واذا تكلمنا تسجنوننا، تسجنون ولا تقولوا اذا ما عجبك اطلع برا البلد. هذه ما هي بلدكم انتم بس. لا يا اخي، الشعب يطالب بحقوقه. احنا نبغى الحرية، وانا احذركم، نبغى الشيء الصح لبلدنا. اليمن وتونس وذا هذول في الجمهورية الثانية، السعودية بتدخل الجمهورية الأولى إذا ما تحركتم واحكمتم العقل. وعشان المباحث، لأن نعرف حركاتهم، هذا هو عبد الرحمن علي أحمد الغريد العسيري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.